شاب اسمه تشارلي بيجمع فريق من الفاشلين عشان يسرق خزنة جروفر اللي تسبب في موت أبوه. هنتفرج مع بعض على ملخص فيلم هابي نيو يير. يلا بينا. بيبدأ فيلمنا مع تشارلي وهو في صالة عشان يقدروا يقعدوا في الاوتيل ده، وبيقنعهم بالعافيه وبيبدا كل واحد يعمل اختباراته. وبيقدر تشارلي يلاقي موهيني اللي بترقص في مالها ليلي، يقدر يطلب منها تعلمهم الرقص وتشترك معاهم في المسابقه. وهنا تشارلي قاعد مع المجموعه بيسالوه عن مانوهر، فبيقول لهم جروفر وقت ما استلم منه الخزنه وكان فيها مجوهرات قدر يخلي مانوهر يشرب كحول واللي كان فيه منون، وسرق المجوهرات من الخزنه ولبسها لابنه. من ساعتها وهو محبوس. وبيوصلوا هنا عن تصفيات مسابقه الاستعراض عن طريق الهاكر والتلاعب في النتائج، وساعتها بيروحوا الفندق عشان يدخلوا التصفيات مع باقي الفرق. وبيكونوا موجودين في حفلة بيكون مشارك فيها جروفر، ولكن جروفر بيرفض يسلم عليهم لأنه بيكره الهند والناس اللي منها، لحد ما بيروح له تشارلي وبيقول له احنا مش بنخاف من حد، واللي بيخاف يبص في عين التاني يبقى هو الحرامي. لحد ما جروفر بيقطعه وبيقول لهم انا واثق انكم زي ما جيتوا زي ما هتمشوا، وبيأمر المساعد بتاعه ان هم يحطهم قدام الفريق الكوري اللي هو بطل العالم في المسابقة. بعدها تشارلي بيشرح لهم الخطة، وهي ان ناندو هيدخل الخزنة لان الجارد هيفتكروه انه فيكي، وهيفتح لهم من جوه عن طريق قناة التهوية، وساعتها هتتم خطتهم. واثناء ما خارجين من المطار هيكون تشارلي حاطط المسات جوه العصير على ان هم تلج عشان ما يبقاش مشكوك فيهم، وبيسقفوا له بيعرفوا انها خطة جامدة جدا. وساعتها بنروح للمواجهة اللي بتكون قدام الفريق الكوري، وبيقدموا عرض هزيل جدا لان هم ما بيعرفوش يرقصوا، ولكن الطفل بيكون هيقع وبيقدر تشارلي ينقذه على اخر لحظة، فبيتعاطف معاه العالم كله بيسقفوا له. وبينتهي العرض وبيروحوا على غرفتهم عشان يحضروا خطة وينفذوا العملية. واثناء ما فيكي في الاسانسير بيسمعوا جاك وناندو ان الالماس لسه ما وصلش، فبالتالي الخطة هتتأجل، وفي نفس الوقت هم خسروا المسابقة، فبالتالي ما عندهمش فرصة تانية. فبيزعل تشارلي جدا وبيقول لهم انه بقاله 7 سنين مستني اللحظة دي، لحد ما بيتم ابلاغهم بالنتيجة. وبتقرر لجنة التحكيم بناء على تصرف تشارلي انه انقذ حياة الطفل ان هم يدوهم فرصة تانية ويكملوا في المسابقة. فريق تشارلي بيفرح جدا وبيصحوا تاني يوم على خبر انهم متصدرين العالم كله بسبب اللقطة الإنسانية دي، والناس بقت تحبهم جدا. وهنا بنروح للعصابة وهم واقفين مع تشارلي وبيسألوه نشارك موهيني ونعرفها اللي احنا بنعمله. فبيبدأ تشارلي بيسخر منهم وبيقول لهم ان هي مجرد رقاصة وممكن تبلغ عننا الحكومة،
وبتكون موهني كل ده واقفة وسامعاه، فبيطلب منها يديها فرصة يشرح لها، وبيبدأ يقول لهم إن منوهر اتقبض عليه ظلم واتسجن بسبب عملية سرقة هو ما عملهاش، وجروفر السبب، وما استحملش السجن ولقى معاه موس وقدر ينتحر، وطول الوقت ده ميت. جاك بيتدخل وبيقول أنا هقتل جروفر، ولكن شارلي بيقول له القتل هيكون راحة ليه لأن السجن هنا في دبي بيقطعوا إيدين السارق، ما بالك بواحد سارق ألماس تقدر بمليارات. فبيقرروا كلهم يكملوا العملية عشان ينتقموا من جروفر، وضم موهني وبتوافق إن هي تبقى معاهم. وبنروح لتشارلي تاني وهو بيتابع وبيعرف إن الألماس وصل، وبيتفاجئوا إن سيستم الغرف اتغير وإن الغرفة ما بقتش بتاعتهم، لحد ما ناندو بيفتح الباب وبيدخل يستفرغ جوه عشان الفريق الأمريكي يتضايق منه وبيبدلوا معاهم الغرفة. وبكده ناندو قدر يتصرف وبيبدأوا تنفيذ الخطة، وبتقدر موهني تستدرج فيكي جروفر، وبيقوم جاك ضارب فيكي بحقنة منومة وبينقلوه الغرفة وبياخدوا بصمة إيده، وبيكون ناندو لبس اللبس بتاعه، بيعدي من وسط الجارد من غير ما حد يشك فيه، وبيفتح الخزنة وبيوصلهم ليها وبيخرج. وبعدها تشارلي بيعرفهم إن هم معاهم 5 دقايق بس، وبيبدأ تشارلي يفتح في الخزنة، وبعد ما بيفتحوها بيتفاجئوا إن في خزنة زجاجية صغيرة وما ينفعش تتكسر، وبيبقوا مش عارفين يتصرفوا، ولكن تشارلي بيقول إن دي علامة منوهر، إذا الخزنة دي كمان بتاعته. وتشارلي يسألهم إيه كلمة السر أو أي حاجة قالها لكم، ولكنهم بيقولوا له لما سألناه قال لنا تشارلي بس هو اللي يقدر يفتحها. والوقت بيعدي وال5 دقايق قربوا يخلصوا، وساعتها تشارلي بيسكتهم وبيقرر إنه يفتحها باستخدام اسمه. لما بيكتب اسم تشارلي وبينجح، وساعتها بياخدوا الماس ولكن الباب بيتقفل عليه، وساعتها تشارلي بيتخض بيقول له هنخرج ازاي، وتشارلي بيشاور له بيقول له هنخرج من فتحة الخزنة اللي فوق. وبيبلغ جاك يبدل الأنبوب بتاع الدخان بأنبوب المية، وبالتالي هيدخل لهم مية وهيعوموا لحد فوق عشان يقدر تشارلي يحط متفجرات في الباب ويفجروه ويخرجوا منه. بيرجعوا كل حاجة زي ما كانت ويهربوا، وساعتها بيفوق فيكي جروفر وبيبلغ ابوه ان في حاجة غلط، وبيروحوا يراجعوا السيستم ولكن ما بيلاقوش الألماس جوه الخزنة. بيحاول جروفر يفهم اللي حصل ولكنه ما بيقدرش يوصل لحاجة. بيروح روهان للمركب اللي المفروض هيتحركوا عليه، وبيبلغهم ان موهني رفضت تهرب لما شافت ترحاب واستقبال الناس ليه. بيبلغهم ان هو كمان هينضم لموهني ومش هيهرب معاهم. وساعتها تشارلي بيقرر هو كمان، ولكن جاك بيمنعه وبيضربه. وبيمشوا اثناء ما موهني بتستعرض بيقول لهم جروفر ان دي البنت بس وباقي الفريق مش موجود، ولازم نلحقهم على المطار قبل ما يهربوا. وفجأة بيظهر باقي الفريق في المسابقة، وبيكون ده جزء من الاستعراض بتاعهم. ساعتها بيبلغوا البوليس على جروفر وبيعملوا الاستعراض، والجمهور بيهتف باسم تشارلي. وبالفعل بيجي تشارلي وبينضم ليهم، وبيقدموا استعراض قوي بيقدر يكسبهم من المسابقة في الآخر، وده نتيجة حب الناس ليهم. وبيقول تشارلي إن الحظ عامل زي الكلب المسعور، ممكن يقلب ضدك في أي وقت. ولكن الحياة قررت تدي فرصة تانية لمجموعة من الفاشلين على إن حياتهم تتحسن. خروجوا من الاستقبال وبيلاقي جروفر مقبوض عليه، فبيقول له خسرت مسات بقيمة كام، لحد ما جروفر بيعرف إن هو اللي سرقهم، وبيقول له أنت مين؟ فبيقول له أنا ابن منوهر، وبيحطوا له موس في جيبه وبيسيبه يمشي. وساعتها بيروحوا المطار عشان يرجعوا بلده، ولكن اثناء التفتيش الامن بياخد منه العصير وبيرميه. وساعتها بيقعدوا زعلانين في الطياره ان تعبهم راح على الفاضي والالماس ضاعت. ولكن تشارلي بيقول لهم اننا لازم نصنع خزنه كبيره، لان لحد امتى يفضل الالماس محطوط في الكاس ده، وبيطلع انه كان شايلهم في الكاس نفسه. وبيرجعوا بلدهم على ان كل واحد حقق اهدافه اللي نفسه فيها، وبيعيشوا حياه سعيده. وهنا فيلمنا خلص يا صديقي، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.